السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم طبعا في قناتي قناه كوره. لو انت اول مره تشوف القناه ما تنساش تشترك القناه. طيب في الفيديو دوت هتعرف ايه؟ هتعرف ترتيب الدوري الانجليزي وترتيب الهدافين ونتائج المباريات اللي اتلعبت النهارده في الجوله رقم 13. تقول لي ده النهارده الجمعه 29/11/2024 ما تلعبش الا مباراه واحده، يعني انت جاي تقول لي لا المباراه دي؟ هقول لك لا، انا هقول لك نتيجه المباراه وهقول لك ترتيب الدوري برضه عشان تبقى واخد بالك معايا، وهقول لك كمان ترتيب الهدافين، وهقول لك معلومه كمان مهمه جدا. هي ايه بقى؟ هي ان فان ستروي اللي هو المدرب اللي كان جه بعد تين هاج بيدرب مانشستر يونايتد حاليا بيدرب ليستر سيتي، والخبر ده لسه تم تاكيده حالا من ساعه واحده بس. فان دين ستروي ده حاليا بيدرب ليستر سيتي، وطبعا كان لعب 4 مباريات فقط بعد لما تين هاج مشي وبوريم جه بس. يعني ال4 مباريات اللي لعبهم مع مانشستر يونايتد ما اتغلبش فيه ولا مباراة فيهم. فهل هيحسن من مستوى ليستر سيتي ولا لا؟ هنعرف في الدوري مع بعض. نرجع بقى علشان اقول لك الدوري كان فيه ايه. الدوري النهارده برايتون ماريسكا، حرفيا انا ما اعرفش ايه اللي حصل، وهل ساوثهامبتون هو اللي قوي ولا برايتون اللي يعني بيخسر نقط قدام الفرق الصغيره اللي زي كده. برايتون كان في اول الموسم بيأدي اداء كبير جدا، الا انه دلوقتي طبعا بيتعادل مع فريق زي ساوثهامبتون، فريق متواضع يعني. فانا كنت مستني اداء افضل من كده ومستني ان برايتون يكسب يعني عموما. طيب برايتون للاسف اتعادل، وبكره ان شاء الله في الجوله 13 يوم السبت هيتلعب حبه مباريات زي العسل. عندك مباراه ليستر سيتي مع برنتفورد، فهيكون عندنا فرصه ان نشوف المدرب الجديد. بعد كده عندك مباراه نيوكاسل وكريستال بالاس في نفس التوقيت الساعه 5، وابيسوتش ونوتنجهام الساعه 5، وولفرهامبتون وبورنموث الساعه 5. يعني 4 مباريات هيتلعبوا الساعه 5، ومباراه ارسنال وويست هام يونايتد دي هتتلعب الساعه 7:30. فدي مباريات بكره في الجوله رقم 13. الترتيب ليفربول كده كده متصدر الدوري، وطبعا يعني تاني اقوى هجوم في الدوري ب 24 هدف واستقبل 8 اهداف فقط ومعاه 31 نقطه. اما مانشستر يونايتد في المركز الثاني معاه 23 نقطه وجايب 22 هدف، وطبعا الدفاع ضايع عند مانشستر سيتي لدرجه ان هو مستقبل 17 هدف. برايتون في المركز الثالث رغم الخساره وهينزل طبعا، يعني هو مش هيفضل في المركز الثالث لان طبعا لسه مش عارفين تشيلسي هيعمل ايه وارسنال هيعمل ايه والدنيا دي ايه اللي هيحصل فيها. فبرايتون كده كده ايه هينزل من المركز الثالث غصب عنه يعني. تشيلسي موجود في المركز الرابع مع 22 نقطة، يعني لو كسب أو تعادل هيكون في المركز الثالث هو أصلا. أرسنال حاليا في المركز رقم 5 بس لسه ما لعبش المباراة بتاعته، هنعرف لما يلعب مباراته بكرة مع ويست هام اللي أنا قايل لك عليها من شوية، ومع 22 نقطة في المركز الخامس. وبعد كده عندك توتنهام اللي هي أقوى هجوم في الدوري مع 27 هدف، وعندك نوتنجهام في المركز السابع، وأستون فيلا في المركز الثامن. وبعد كده عندك فولهام ونيوكاسل برينتفورد مان يونايتد بورنموث ويست هام ايفرتون ليستر سيتي. حلو الكلام. ترتيب الهدافين ايرلينج هالاند في المركز الاول ب 12 هدف، محمد صلاح في صراع معاه ب 10 اهداف، بريان طبعا معاه 8، وكريس وود 8، وكول بالمر 7 اهداف. فكده ترتيب الهدافين، ترتيب الدوري، ونتائج المباريات اللي اتلعبت النهارده، ومواعيد مباريات بكره، وخبر عن المدرب الجديد طبعا ليستر سيتي. مستني منك لايك واشتراك وتتفاعل على الفيديو. سلام.